تبقى قاعد في امان الله كده ويجيلك تليفون او ميل من اداره المخازن: الحق المواد الفلانيه اللي في المخازن صلاحيتها انتهت او صلاحيتها قربت تنتهي. انا مش عارف هما بيتصلوا بيا ليه، ولكن احنا جوده المقاول، احنا المقاول فاحنا لازم نلاقي حل للمشكله دي، سواء المواد انتهت صلاحيتها او قربت تنتهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا محمد الدرملي ودي حلقه جديده من شغل جوده. هنتكلم النهارده عن حاجه ما اعتقدش ان هي بتواجه كل الناس، لان في الاغلب المفروض ان الماتيريال اللي بتتورد بنشتغل بيها قبل ما الاكسباير بتاعها او قبل ما تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعها يجي. ولكن في بعض الظروف في مواد جت الموقع ما اشتغلناش بيها كلها وتفضل منها جزء، او طلبنا المواد، جهه التنفيذ او المكتب الفني طلب المواد بدري عن ميعاد استخدامها، فنتج عن كده ان المواد دخلت المخازن وصلاحيتها قربت تنتهي. ايه العمل؟ نعمل ايه؟ ده موضوع هنتكلم فيه مع بعض. وقبل ما نوضح ازاي نحل المشكلة، خلينا نعرف الاول يعني ايه انتهاء صلاحية مادة. انتهاء صلاحية مادة ده حاجة من الاتنين. الحاجة الاولانية ان حصل تغيير في طبيعة المادة، قد يؤدي هذا التغيير الى ان المادة دي مش هنعرف او مش هتشتغل بالطريقة اللي هي مصممة ليها. ان الماده دي مش هتشتغل للفانكشن او للحاجه اللي هي مصممه ليها، زي مثلا بكل بساطه شكاير اسمنت طالتها ميه. هو هنا تاريخ الصلاحيه بتاعها ما انتهاش، ولكن هنا حصل تغيير في الماده نتيجه مثلا لطريقه تخزين مخالفه او طريقه تخزين غير صحيحه ادت لانتهاء الصلاحيه. ممبرين اتحط في الشمس، الممبرين اتبهدل ونشف، فهنا هو صلاحيته ما انتهتش، ولكن هو هنا الحاجه اللي هو مصمم ليها او مصنع ليها مش هيشتغلها. فدي ايه؟ دي اول حاجه من انتهاء الصلاحيه. الحاجه الثانيه وهي طبعا اللي هي موضوعنا النهارده اللي احنا بنتكلم عليه، لا هي الماده متشونه صح في مكانها زي ما الداتا شيت بتاعتها بتقول في طريقه التشوين، احنا مشونينها او مخزنينها، ولكن هي مكتوب عليها تاريخ صلاحيه، وهنفترض ان هي اتصنعت في يناير 25 واحنا النهارده في يناير 26. اذا الماده دي طبقا للوجهه المصنعه فهي صلاحيتها انتهت. هنا صلاحيتها انتهت رقميا. هنا بقى لما نيجي نتكلم على طريقه الحل هنتحايل على الموضوع ده. هنتحايل على الموضوع ده ازاي؟ او على الموضوعين، لان احنا ممكن الموضوعين نتجه لنفس طريقه الحل. طبعا زي ما احنا دايما بنقول ان الكواليتي كنترول، موضوع ان احنا نتعامل مع اي ماده او اي حاجه بشكل بصري، ده موضوع دايما بنحاول نخليه اقل حاجه. احنا دايما بنتعامل مع ارقام واختبارات. حلو. فهنا النهارده انا عندي الماده الفلانيه صلاحيتها انتهت. كل اللي هنعمله بكل بساطه ان احنا بنتصل بالجهه المصنعه: السلام عليكم، احنا عندنا الماده الفلانيه بتاعتكم، ونتيجه لظرف ما او حتى من غير ما نقول اسباب، الماده دي موجوده عندنا في المخزن وصلاحيتها انتهت كرقم. بتصور له الكرتونه، البرميل، ايا كان المنتج اللي عندك هو ايه، بتصوره له، بتصور له الباتش نمبر، بتصور له تاريخ الصلاحيه، وبتبعته له وبتقول له انا عايز اعمل امتداد صلاحيه لو ينفع. لو ينفع ليه؟ لان هنا الشركات بتتعامل بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان هو اساسا بيبقى المنتج ده اصلا مثلا صلاحيته سنه وثلاث شهور، بس هو بيديك سنه، تمام؟ فلما انت بتيجي تكلمه فبيروح مديك امتداد صلاحيه بالثلاث شهور، بس في الحاله دي بيحملك انت كالمقاول او الزبون او الكلاينت بتاعه مسؤوليه بقى ايه لو في عيوب من التخزين او في عيوب من التشوين بتاعها، لان هو في الحقيقه ما اطلعش على المنتج بتاعه. هو مجرد ان هو عارف نتيجه لاختباراته ان المنتج ده ينفع يقعد سنه وثلاث شهور. الطريقه الصح، الطريقه الثانيه والطريقه الصح اللي بتتعامل بيها الشركات المحترمه، وهي انها بتبعت لك حد بيسحب عينه ويوديها المعمل ويتاكد ان الخواص بتاعت الماده دي لسه زي ما هي. طول ما الخواص بتاعت الماده دي لسه زي ما هي، فهو في الاغلب هيمد لك 3 شهور كمان، بس المره دي مد لك الثلاث شهور بايه؟ بنتائج اختبارات. هو نتائج الاختبارات اللي عنده، هو اتاكد ان الماده اللي موجوده رغم انتهاء صلاحيتها او ان هي قاربت على انتهاء الصلاحيه، فاضل لها اسبوعين ثلاثه او ايا كان او حتى يوم، هو نتيجه للاختبارات لقى ان خواص الماده دي لسه زي ما هي سليمه وينفع تشتغل، فبناء عليه بيمد لك الصلاحيه بتاعت المنتج.
طبعا في بعض الشركات بتعمل الموضوع ده بمقابل، وفي شركات، ودي اللي انا بصنفها دايما في شغلنا ان هي يعني كاتيجوري ايه، الناس دي بتهتم بالمنتج بتاعها، وبتهتم ان الحاجه بتاعتهم او الزبون بتاعهم او اللي هو احنا مثلا كمقاول نفضل دايما نتعامل معاهم، فبيعملوا الموضوع ده ببلاش. بس في المقابل طبعا هو الموضوع بما انه اصلا في الاساس بيعملوا في معامله، فهو الموضوع بالنسبه له مش مكلف. ثانيا ان هو ممكن اساسا يعمل الاختبارات ويقول لك لا والله الماده دي اكسباير خلاص كده ما ينفعش تشتغل، برضو ده حقه. لان الموضوع ده برضو انا لما كذا مره نتكلم فيه، هو بان هو بيمد لك الصلاحيه بتاعت الماده، هو بيرمي في عبه مسؤوليه كبيره. لان تقريبا احنا كل البنود اللي بنشتغل عليها بناخد بيها شهاده ضمان من المصنع، بنود العزل وبنود مش عارف ايه، كل البنود بناخد بيها شهادات الضمان بتاعتها. فلو هو عنده منتج ومديهولك وهو غير صالح واداك عليه شهاده ضمان، فهو بيلبس نفسه. فمن هنا المسؤوليه متبادله فعلا، يعني المسؤوليه متبادله، ان كل الاطراف بيتحملوا مسؤوليه النقطه دي. فهو مش هيديك نتائج مضروبه، بالعكس هو هيبقى حريص جدا على ان النتائج دي تكون سليمه، لان هو اللي هيضمن النتائج دي بعد كده. فبس كده، يعني انا عارف ان الموضوع ممكن ما يكونش مر علينا كتير في الشغل، ولكنها حالة وبتحصل، وممكن الكميات تبقى كبيرة وتلاقي نفسك بتتكلم في أرقام مهولة من الفلوس، نتيجة لخطأ ما، نتيجة انك انت اشتريت قبل ما السعر يغلى. وخصوصا في الأوقات اللي فاتت دي كان كله بيحاول ان هو يحول فلوسه الماتيريال عشان ال الأسعار وغيره وغيره وغيره. المهم، كل حاجة وليها حل. وطبعا رغم ان الموضوع بيبان بعيد عن الكواليتي كنترول، وانا ماليش دعوه، وانا طبقت الماده وعملت لها الMIR، ولكن برضو هتلف لفتك وهتلاقي كوره في ملعب الكواليتي كنترول وفي اختبارات الكواليتي كنترول. ودايما الكواليتي كنترول بتبقى يعني ليهم علاقات طيبه بكل المصنعين، لان احنا دايما لينا تعامل معاهم سواء في اعتمادات المواد او في اختباراتها وغيره وغيره. فالموضوع يعني بيحصل وهيحصل. اهم حاجه ان احنا نبقوا صاحيين ومركزين وعارفين ان لكل حكايه حل ولكل مشكله حل، بس بالعقل، مش موضوع ان احنا نضرب تاريخ صلاحيه او ان احنا خدنا الورقه خلاص وملناش دعوه. كل حاجه ليها اختباراتها وكل حاجه ليها حل وكل حاجه اساسها الهندسه. فبلاش يعني ايه نكون ضريبه. بس كده، شكرا جزيلا ليكم. اتمنى ان انا اكون قدمت اي معلومه جديده. انا عارف ان انا منقطع عن الحلقات بقى لي فتره كبيره، بس والله ظروف الشغل بتبقى صعبه جدا. اتمنى كل الزملاء يشتركوا على قناه اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى لينكدين وعلى تيك توك، احنا تقريبا موجودين على كل السوشيال ميديا بلاتفورم. شكرا جزيلا ليكم، ونتقابل ان شاء الله في حلقه تانية. انا محمد الدرملي، وده برنامج شغل جوده. السلام عليكم.